صباح الخير. طبعا في ظل التحديات اللي احنا بنشوفها والمشاكل اللي بتحصل بسبب التعديات على الاطفال، لازم نبقى واخدين بالنا من شويه حاجات كده، هو شويه تنبيهات هم صغيرين، بس لازم نبقى واخدين بالنا وعارفين احنا بنتعامل مع ايه. في حاجات بتحصل للاطفال بسبب الكبار والتعديات على الصغار. طيب ايه السبب دون وليه بيحصل كده؟ اول حاجه خد بالك منها ان لما بيحصل حاجه زي كده مع طفل، بتبقى حاصله اصلا للكبير. يعني الكبير ده اول الحاجه دي بتبقى حاصله له وهو صغير، وبتبقى متروكه او منسيه في حاجه اسمها الاحداث المنسيه، وبتبقى في الذاكره، يعني المكبوت عنده تبقى حاجات جواه كده، هي بتبقى مرميه في العقل الباطن، بيجي لها وقت العقل الباطن بيستدعيها، وبتحصل حتى لو وصل لسن كبير 60 سنه ممكن تبقى موجوده معاه. طيب بيحصل ليه كده؟ لان هو اصلا حصل له القصه دي وهو صغير. طيب انا كولي امر اتجنب القصه دي ازاي؟ شويه تنبيهات مع بعضينا كده لازم ناخد بالنا منهم ونفهم، علشان نعرف نحافظ على اولادنا وما تحصلوش القصه دي ويطلع جيل فاسد. اول شيء نخلي عيننا على اولادنا، لو دخل يستحمى ما حدش يدخل معاه خالص، سواء ماما غير ماما، بس لحد سن معين، وبعد كده الطفل بيتدرب ويعتمد على نفسه. تاني حاجه، ما ينفعش الطفل يبات عند حد غريب احنا ما نضمنوش ولا نعرفه هو ده مين، دنيته ايه، انا ما عنديش القصه دي خالص. تالت حاجه، الطفل ما ينفعش ينام على السرير لوحده، الا الوحيدين بس اللي يناموا معاه بابا وماما. ممنوع اي حد ينام مع الطفل حد غريب. وبعد كده حاجه تاني، ايه هي؟ لما يجي يروح سوبر ماركت ولا حاجه زي كده، هو عين على ابني. ما ينفعش ابني يتساب فتره طويله وهو رايح السوبر ماركت، ما ينفعش، لان انا السوبر ماركت ده هو رايحه، اي نعم هيجيب منه طلب، حتى كانت مهما كانت درجه الثقه اللي انا بثقها في صاحب السوبر ماركت، هو في ناس غريبه بتخش عنده. انا ما اعرفش بيحصل ايه هناك، ما بيعرفش بيحصل ايه في الشارع، ما اعرفش ايه بيحصل ايه على السلم وهو نازل وهو طالع. حاجات كتيره بتحصل فناخد بالنا منها. طيب ما ينفعش ان انت تسيب ابنك مع حد غريب لان انت ما تعرفوش ده ايه. ما ينفعش ابنك يتباس عشان حتى الامراض. ما ينفعش ابنك تبقى انت قاعد كده في تجمع وفي ناس كتيره، والناس تبقى قاعده في حته كده، وانت ما تبقاش عينك على ابنك، تتلهي في التليفون، تتلهي وانت قاعد مع حد بتحكي، وتسيب ابنك ممكن يضيع منك في اقل من الثانيه. اللحظه اللي انت بتبقى مشغول فيها عن ابنك، في اللحظه دي بقى بتحصل كارثه، وبعد كده نندم ونقول يا ريت اللي جرى مكان. خلي بالنا على عيالنا. التنبيهات دي ممكن تكون صغيره، بس انت لو دققت فيها هتلاقيها انها مهمه جدا جدا جدا. خدوا بالكم مع اطفالكم، ما ينفعش حد يبوسه،